السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير. الصحة ديالكم مزيانه، كلشي هو داك. سمعوا مزيان شنو قال كيفن دي بروين ومدرب بلجيكا كيلعب بعقل الركراكي والمنتخب المغربي بواحد التصريح خطير. وايضا شنو قال المايسترو والرقيقي ديالنا السابق بوصوفا على المنتخب ولقاء بلجيكا. الفيديو عامر تصريحات مهمه، نبداو بالتفاصيل. اول حاجه قال الفتى الذهبي المنتخب البلجيكي: أعرف تقريبا لاعبي المنتخب المغربي ال11 الأساسيين، وهم يلعبون جميعا في الدوريات الكبرى. ستكون مباراة صعبة، وندرك أنه يجب أن نكون الأفضل حتى نفوز. أنا قلق من أداء بلجيكا، يجب أن نحسن من مستوانا أمام المغرب. ومدرب بلجيكا سمعوا شنو قال بواحد تصريح ذكي: المغاربة بلا شك سيخاطرون بالضغط علينا بقوة، وإذا لم ينجح ذلك بالنسبة لهم سينتهي الأمر بحصولنا على مساحات شاسعة. يعني هذا السيد كون كان عارف هادشي كاع ما كان غادي يقولوا في التصريح، لكنه خايف، هو أصلا خايف باش نديروا الضغط ونقدروا نسجلوا كما دارت كندا، بحيث أن كانت تقدر تسجل وضيعوا بينالتي. يعني السيد خايف من الضغط، وبالتالي كيلعب على العقل الركراكي باللي الا درت هاد اللعب هذا غادي تبان مساحات وغادي نستغلوها. الخبر السيء هو ان لوكاكو جاهز للماتش، والخبر السيء بالنسبه لينا حنا هو ان مزراوي ما كاينش، لكن الحمد لله بعد حكيمي كاين، وبالتالي غادي يلعب ظاهر ايمن حكيمي وظاهر ايسر عطيه الله. وواحد القضيه، مدرب ديال بلجيكا راه عنده واحد الحافز الكبير. علاش؟ بحيث ان جوج ديال اللاعبين المواهب في بلجيكا اختاروا المغرب، وبالتالي غادي يكون عنده جوج ديال الحوافز. الاول 3 النقاط باش يضمن التاهل، والنقطه الثانيه اللي هي يتغلب على دوك اللاعبين اللي اختاروا المغرب اللي هما الخنوس والزروري. وبالنسبه للمايس بوصوفا قال: راقني جدا الأداء العام للاعبين في مباراة كرواتيا، وكان ينقصنا الفوز فقط. لذلك أنا متفائل قبل المشاركة المغربية في مونديال قطر، وأملي أن يحقق الفريق الوطني الفوز في المباراة المقبلة ضد بلجيكا، التي تبقى المنعطف الأخير في ضمان التأهل للدور الثاني. وأكيد أن العناصر الوطنية ستكون في المستوى المطلوب وستسعد المغاربة. أش بالكم الدراري؟ واش بلجيكا نقدروا نطيحوها؟ تهلاو في راسكم.